السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة معانا فيديو جديد، اتمنى ان هو يعجبكم. اتمنى قبل ما نبتدي الفيديو انك تعملي لي اشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس، وكمان تعملي لي لايك تشجعيني بيه. هنعمل اكلة لذيذة النهاردة وسريعة، انا عن نفسي بحبها قوي. هنعمل كبد فراخ وقوانص. اول حاجة غسلت الكبد والقوانص كويس جدا وعملت لهم محلول نقع، عبارة عن ليمون ودقيق، وحطيت فيه الكبد والقوانص حوالي نص ساعة. طلعت زي الفل. هنا ابتديت ان انا قطعت الكبد والقوانص قطع، ولا كبيرة ولا صغيرة. وابتديت هنا اشوح القوانص بتاعتي بفلفل اسود وسبتها تنزل ميتها. وحطيت لها حوالي نص كوباية مية سخنة علشان تشربها واضمن سواها. هنبتدي هنا نعمل الرز مع بعض. حط معلقة سمنة وحوالي معلقة زيت، وبعد كده هنزل بالبهارات بتاعتي اديها تشويحة بسيطة كده في السمنة والزيت. البهارات بتاعتي عبارة عن لورا وحبهان ومرقة دجاج وكركم. وللأسف انا ما كانش عندي ليمون مجفف اللي هو اللومي. انا برضو بحبه، بحب احطه قوي قوي. وكمان حطيت قرفة بتدي الرز طعم جميل قوي. ان شاء الله يعني لو جربتوا الطريقة دي هتعجبكم، هتدعولي عليها. هنا كنت نقع الرز البسمتي قبلها بحوالي نص ساعة، وابتديت هنا ان انا اشوح الرز بتاعي مع البهارات شوية. وبعد كده هحط له المعيار بتاعه، دول كانوا كوبايتين ونص رز. حطيت لهم الاول 3 كوبايات ونص علشان عملت حساب ان انا كنت نقعاه. بس هو احتاج حوالي نص كوباية كمان، يعني كده الكوبايتين ونص رز اخدوا مني 4 كوبايات مية. وطلع ما شاء الله حلو جدا ومفلفل وطعمه خطير. جربوا الطريقة دي ان شاء الله تعجبكم. هنا بقى هنروح للقوانص. القوانص هنا كانت ابتدت تشرب المية بتاعتها. هنزل مع بالبصل معاها. انا هنا مقطعة بصل جوليان وفلفل الوان وكمان فلفل حامي. بس هنزل بالبصل الاول مع القوانص يتشوح مع البصل والبصل يدبل شوية. وبعد كده هنزل بالكبدة، الكبد بتاعتي. هنا اقلب 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 لحد ما تبتدي ان البصل يدبل. هركن القوانص على جنب شوية وهنزل بالكبد بتاعتي. مش هقلب الكبد اول ما انزلها، بسيبها حوالي نص دقيقة كده بس، او اقل من نص دقيقة تشف بس، وابتدي ان انا اقلبها علشان ما تتهرش مني. ونزلت هنا بفلفل اسمر وملح ورشة جوز الطيب. الطريقة دي حلوة جدا برضو، انا يعني مش عايزة اقول لكم جربوا انتوا ان شاء الله. لو جربتوا هتدعولي. هبتدي ان انا برضو اشوحهم مع بعض. طبعا انا لما بنزل بالكبد خلاص هو بتبقى اخرها 5 دقايق على النار وبشيلها. ابتديت هنا الرز كان هنا اتشرب ووطيت عليه، وبدأت ان انا اشيل كل البهارات الصحيحة بتاعته. قلبته وغطيت عليه تاني يكمل سواه. وهنا هنزل بفصين توم بيديها طعم وريحة جميلة. برضو هنزل بالفلفل الحامي والفلفل الالوان بس. وهنزل بقى بمعلقة كبيرة دبس رمان. معلقة دبس الرمان دي بتفرق جدا جدا في الكبد والقوانص، وبتديها مزازة كده وبتديها طعم خطير قوي. بتنقل طعمها حرفيا في حتة تانية خالص. وكده كنت خلاص قفلت عليها. وهنا الرز كمان كان استوى. وده كان شكل الاكل بتاعي. عملت بطاطس محمرة وكمان سلطة خضراء، بس كان من ورا الكاميرا عشان كنت مستعجلة جدا على الغدا. وكان عندي مخلل بتنجان. وابتديت بقى هنا قلت اعمل كيك اللي يعني نشربها مع الشاي بلبن. اللي ما يعرفنيش، انا بعشق الشاي بلبن، انا مدمنة شاي بلبن. وهنا مقادير الكيكة بتاعتنا 3 بيضات وكوباية ونص سكر. وهحط لها فانيليا برتقان. الفانيليا بتاعت دريم دي خطيرة حلوة قوي. وكمان بتدي ريحة وطعم البرتقان في الكيك، وما بيبقاش فيها اي ريحة زفارة ما شاء الله. بس. وهبتدي ان انا اخلط الخليط ده مع بعض في الخلاط لحد السكر ما يدوب خالص والخليط لونه يفتح. هبتدي هنا ان انا احط كوباية لبن. انا حطيت هنا كوباية لبن وربع كوباية زيت بس. رجعت وانا بحط المكونات الجافة الدقيق، رجعت حطيت نص كوباية لبن تاني عشان حسيت ان القوام تقيل قوي.
هابتدي بقى إن أنا أنزل ب3 كوبايات دقيق هانخلهم، دي كانت أول كوباية، وهنا الكوباية التانية، ودي الكوباية التالتة، وكمان هانزل بظرف كيك شيف. هابتدي بقى إن أنا أقلب الكيك واخلطه مع بعض بس على اتجاه واحد علشان ما يدخلهوش هوا. هنا كنت حطيت نص كوباية اللبن، حسيت ان القوام تقيل شوية، بس هابتدي بقى ان انا اجيب القالب بتاعي، جبت القالب بتاعي وهدهنه معلقة سمنة او زيت المتاح عندك. هنزل بقى بالقوام بتاعي، هتشوفوا بالكيك بتاعي هتلاقوا القوام بتاعها ما شاء الله مظبوط جدا، هتشوفوها دلوقتي قد ايه حلوة ومرتفعة. هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 وهفتح لها المروحة. بصوا بقى، انا مش كيفة قهوة، بس انا لما بصدع كده في نص اليوم ساعات بعمل لي كوباية قهوة كده صغيرة باللبن، بحس ان هي بتظبط لي دماغي كده وبقدر اواصل. عملت كوباية قهوة بقى عشان اقدر افوق لباقي اليوم بتاعي. وهنا كنت بسلم عليكم، شايفين ما شاء الله الوش بتاعها نازل كريمي ازاي وحلوة قوي، كان طعمها حلو بصراحة. بس هنا الكيك بقى كنت بطلعها من الفرن وكانت حلوة قوي ما شاء الله، وكانت مرتفعة وكمان لونها كان كويس قوي. وهنا بدأت اقطعها وانا فاشلة في تقطيع الكيك، مش بعرف اقطعها زي مامتي خالص، بس يعني بحاول مرة على مرة كده هنقطعها كويس. هطلع لكم بقى دلوقتي منها وبوريكم هي قد ايه اسفنجية وما شاء الله لونها خطير. بس كده ودمتم سالمين.